يا اهلا يا جماعه، عاملين ايه؟ بقالنا كتير ما اتكلمناش. كلامي دلوقتي ده ما فيهوش اي وعود بالالتزام الفتره الجايه، بس اوقات الواحد بتتحط قدامه حاجات ما بيبقاش قادر ما يتكلمش عليها، زي موضوعنا النهارده. لان من يومين بس انا شفت الفيلم المصري الجديد البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، من بطوله عصام عمر والمخرج خالد منصور، اللي بيقدم اول تجربه اخراجيه او كتابيه ليه في الفيلم ده. والفيلم طبعا بعد رحله طويله في كذا مهرجان قدر ان هو ينزل لنا في السينمات، سواء في مصر او في الدول العربيه هنا، عشان اخيرا الناس تقدر تشوفه بعد هايب كبيره جدا واراء ايجابيه كتير من كل الناس اللي شافته في المهرجانات. وزي ما قلت لكم، اوقات الواحد بيتحط قدامه حاجات بتجبره ان هو يتكلم عنها، والفيلم ده يعتبر هو اقوى تجربه مصريه انا عشتها جوه السينما من ساعه فيلم تراب الماس في 2018، واللي برضو كنت عملت عنه فيديو قبل كده. طيب مبدئيا بس كده عشان تبقى الامور واضحه، انا مش عامل الفيديو ده علشان خاطر اتكلم عن الفيلم بشكل عام. انا جاي هنا علشان اتكلم في حاجات خاصة جدا تخص شرح المعاني اللي موجودة في الفيلم والرمزيات اللي موجودة تقريبا في كل مشهد جواه، وبالتالي فده اكيد تحذير بالحرق، واللي هيتفرج على الفيديو ويكمل من النقطة دي لازم يكون شاف الفيلم. فيلا بينا. مبدئيا فيلم رامبو هو مش فيلم بيتكلم عن شاب بيحاول ينقذ كلبه من بلطجي الحارة بعد حادثة حصلت بينهم زي ما قصته بتحكي، لأن دي هي القشرة الخارجية للقصة. في الباك ستوري الفيلم بيتكلم عن الشاب اللي بيحاول ينقذ أحلامه أو ما تبقى من أحلامه جوه مصر. أيوة، الفيلم مرتبط بشكل مباشر بالوطن المصري وطبيعته والشباب اللي بيمثلهم سن حسن في الفيلم، وكمان فرص تحقيقهم لأحلامهم، وده بيتعبر عنه بشكل بسيط من خلال مجموعة رمزيات في كل كادرات الفيلم زي ما قلت. ولازم نتكلم عن كادرات الفيلم، لأن كل كادر بيظهر على الشاشة هو عبارة عن لوحة مرسومة، وكل لوحة منهم فيها عناصر بتعبر عن أمور مش طبيعية. مفيش مشهد واحد على الكاميرا مش معمول فيه بلوكينج عبقري للعناصر اللي موجودة جوه الكادر، ودي هتبقى جزء كبير من كلامنا خلال الفيديو. فزي ما قلت، الفيلم مش بيحكي عن حسن والكلب بتاعه، الفيلم بيحكي عن حسن وحياته وأحلامه وطموحه جوه مصر. فيلا بينا نبدأ. أول رمزية لفتت نظري، وتقريبا هي أول رمزية اتقدمت في الفيلم، الجاكيت اللي حسن كان بيلبسه وهو رايح الشغل، أو اليونيفورم الخاص بطبيعة عمله كفرد أمن. بنلاحظ حاجة أساسية عليه، وهي إن كلمة سيكيورتي ورا مش مظبوطة، فيها حرفين أو 3 ممسوحين. حتى أمه خلال مشهد من مشاهد البداية بتكلمه إن سيب لي الجاكيت علشان خاطر أصلحه لك. طب إيه الفايدة من رمزية زي دي؟ هنجيلها تاني قدام، بس لازم تبقى عارف ان حسن، وزي ما بان بعد كده لما قابل خطيبته القديمه، بنكتشف ان شغلة فرد الامن دي هي مش شغلته الاساسيه، وان هو كان شغال طباخ، وبالتالي فشغله كفرد امن مش هو الشغل المناسب ليه، وغالبا اشتغل عشان ما لقاش غيره. وفي نفس الوقت بنلاحظ بعد كده في احداث الفيلم ان حسن مش شخصيه شجاعه ومش شخصيه قويه، بل بالعكس، شغله كفرد امن لو عرضه لاي موقف خطر هو هيكون أول شخص يتأذي فيه. وبالتالي فكلمة سيكيورتي لازم تيجي ناقصة، لأن هي لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن حسن وشخصيته. وهنكتفي لحد هنا بالشرح ده لحد ما نرجع لها قدام. تاني شخصية لازم نتكلم عنها في الفيلم هي شخصية كارم، البلطجي بتاع الحارة اللي بيهدد حسن ووالدته وعايز يطردهم من البيت علشان خاطر يوسع الورشة بتاعته، واللي الشخصية نفسها متصممة بشكل عبقري. وأحمد بهاء بشكل مفاجئ جدا قدم شخصية كبيرة، لأنه بيقدر بأبسط الطرق وبأقل حوار ممكن إن هو يعبر لك عن مدى الخوف اللي حسن بيحس بيه لما بيشوفه. ولكن بعيدا عن تمثيل أحمد بهاء، فكارم نقدر نعتبره إن هو رمزية البلطجة اللي موجودة في كل حتة في مصر، أو البلطجة النفسية اللي بيمارسها أي شخص فاسد صاحب سلطة مش محترم مكانته وبيستغلها بشكل سيء. وبتنطلق الأحداث ما بين كارم وحسن ووالدته لحد ما بتحصل الحادثة، وكارم بيبقى عاوز إن هو ينتقم من رامبو علشان والدة حسن، واللي بتقوم بالدور الفنانة سما إبراهيم. وبالمناسبة دي فأنا حابب أقول إني أول مرة أشوف حسن حسني الشخصية النسائية. سما إبراهيم ممثلة شاطرة جدا، ظهرت وهي كبيرة ونجاحها جه متأخر، ومع ذلك بتحطها في أي دور بتقوم بيه بالشكل الأمثل. بجد حاجة ما كانتش موجودة غير عند الفنان حسن حسني الله يرحمه. المهم نرجع لأحداثنا، وحسن بيتوجه لعمه اللي هو ما شافوش من سنين طويلة جدا علشان خاطر لو عنده مساعدة يقدر يقدمها أو اقتراح إن هو يقدر يعينه بيه. وعايزين نقرب هنا على أجمد رمزية اتعملت في مشاهد الفيلم كله، وهي الرمزية الخاصة بالبوستر اللي كان متعلق ورا عم حسن وهو بيكلمه. دي رمزية مش محتاجة شرح كبير، لأن عمه في المشهد ده بيطلب منه إن هو يستسلم، وإن هو ياخد الكلب ويسلمه الكارم وخلاص، ويعدي أموره ويمشي دنيته علشان خاطر ما يتأذيش. وطبعا أنت تقدر تربط بسهولة ما بين الطلب اللي عم حسن بيطلبه منه وما بين المانشيت اللي موجود على المقالة اللي ورا. وزي ما قلت لك، خليك دايما فاكر ربط الأحداث بتاعت فيلمنا أو فيلمنا بشكل عام بالمجتمع المصري والطبقات والصراعات اللي موجودة فيه، وباختصار أكبر تبقى رابط ما بين فرق الأجيال اللي موجود في مصر.
ما بين جيل عنده طموح وحابب ان هو يواجه وحابب ان هو ياخد حقه وينفذ اللي نفسه فيه مهما كانت العواقب، وما بين جيل مطلوب منه ان هو يساعد الجيل الصغير ده، ولكن في المقابل هو بيحاول يستسهل معاه بهدف او بحجة ان ده اللي فيه الصالح ليك وده اللي فيه الامان ليك، وسلم نفسك وتنازل عن احلامك علشان خاطر تعيش في امان. تالت كادر وهو واحد من اشهر الكادرات اللي موجودة في الفيلم، المشهد اللي كان رامبو نايم فيه على الارض هو وحسن ومش عارفين يناموا هما الاتنين وبيفكروا. وببساطة الكادر ده انت لو بصيت له بشكل فني معين تقدر تتخيل زي رسوم الكوميك بوكس، حسن نايم وطالع من دماغه سحابة كبيرة بيكون جواها رامبو، في دلالة على ان كل تفكيره حاليا يتعلق برامبو، مفيش حاجة في دماغه غير رامبو والمشكلة اللي هو فيها. وبتنطلق الاحداث، واثناء ما حسن بيحاول يشوف حل ان هو يهرب فيه رامبو او يحمي فيه رامبو، كارم بياخد اكشن ويبدأ ان هو يمارس بعض البلطجة الاضافية على والدته اللي موجودة في البيت لوحدها. وفي اللحظة دي والدته بتضعف، وعلى الرغم من حبها لرامبو هي كمان إلى أنها بتكلم حسن، وبتبدأ أن هي تطرح عليه فكرة أن هم فعلا يسلموا رامبو، لعل وعسى أن كارم فعلا يحل عنهم ويسيبهم قاعدين في البيت. لكن طبعا حسن ما بيتقبلش الكلام وبيدخل في مشادة مع والدته، وبيقول لها أن كارم كده كده مش هيسيبهم في حالهم، سواء سلم رامبو وهو قتله أو حتى ما سلمش رامبو. لكن بص لعبقرية الكادر ده واللي كان بيحتوي على المكالمة، وأن حسن وهو بيكلم والدته في التليفون كان ساند إيده على خشب، احنا ما كناش عارفين الخشب ده طالع منين، عشان في نهاية المشهد نكتشف ان الخشب ده كان متحمل على العربية، ومرة واحدة العربية بتتحرك والخشبة اللي حسن ساند عليها بتتحرك من تحت ايده، ما بيبقاش في حاجة ساند عليها، لان في نفس اللحظة حسن بيصطدم بان الشخص الوحيد الداعم ليه في حبه الرامبو وفي رأيه هو كان والدته، وهي دلوقتي اللي بتطلب منه ان هو يتنازل ويسلم رامبو على امل ان ده ممكن يديلهم فرصة، كأنه بالظبط كان مسنود على والدته ومرة واحدة السند ده ما عادش موجود، وده طبعا نظرا لغياب والده. علشان نقرب من نهاية الفيلم، واللي أنا مش هبقى حابب أتكلم عن كل أحداثه، ولكن باختصار أقدر أقول إن رامبو هو الحلم. رامبو بيمثل حلم كل شاب مصري يضطر إن هو يستغنى عنه لما يعرف إنه مش قادر يحميه، وده ياخدنا للرمزية اللي قلت لكم عليها هنحتاجها قدام. حسن بيدرك إن هو ما ينفعش يكون فرد أمن، أو إن هو ما ينفعش يكون الشخص القادر على حماية رامبو أو ما بين قوسين حماية أحلامه كشاب مصري، وبالتالي بيبدأ إن هو يدمر باقي الحروف اللي موجودة في كلمة سيكيورتي، لأن هو مش جدير بيها. وحتى لو كان في الأول بيدعي إن هو يقدر يحميها أو بيهيأ له ده، هو دلوقتي تأكد إنه مش هو الشخص المناسب لحماية رامبو، وده خصوصا بعد ما كارم ضربه بالنار. وبالتالي بيبدأ إن هو يزيل اللي باقي من الكلمة علشان خاطر هو خلاص قرر إن هو هيضحي بأحلامه وهيستغنى عن رامبو علشان خاطر يهربه ويبقى مطمن عليه ان هو في سلام. بالتالي فزيه زي اي شاب مصري ما بيوصلش لحاجه بيضطر ان هو يستغنى عن احلامه عشان حد تاني في وقت تاني يحققها، وبنسبة كبيرة تحقيقها ده زي الفيلم عندنا هيكون بره مصر. وده كان أكتر مشهد فعلا مبكي في الفيلم، وهو حسن بيودع رامبو عشان أثبت لك رمزية رامبو إن هو فعلا بيمثل حلم كل شاب مصري. بص على الكلام اللي كان حسن بيقوله له وهو بيودعه، فكرة إن هو هيلاقي جناين خضراء ومساحات خضراء كتيرة يجري فيها، هيلاقي حريته وهيلاقي أكل هناك رخيص ونظيف. أعتقد مش محتاج إن أنت تفكر فيها أكتر من كده. من الحاجات كمان الجميلة اللي لازم الواحد يتكلم عليها في الفيلم هو اختيار أغنية شجر الليمون لمحمد منير. شجر الليمون دبلان على أرضه، مع إن هي أرضه اللي المفروض يكبر عليها ويبقى في أحسن شكل ليه، لأنه دبلان بعد سنين وبعد أعوام مرت عليه. إلى ما آخره بقى من مناسبة الكلمات لأحداث الفيلم، أحلامه اللي بتتسرق منه واللي هو مش قادر يحميها، ونفس الأحداث اللي مر بيها حسن بالظبط، مع صوت والد حسن خلال الفيلم. بصراحة كانت مدية شعرية جميلة. آخر فيلم أنا أفتكر إن أنا بكيت فيه بنفس الدرجة كان فيلم بانشيز اوف انيشيرن اللي نزل سنة 2022، واللي أنا داخل الفيلم وأي حد شاف الفيلم ده برضو قبل ما يدخل الفيلم هيبقى أوتوماتيك مقارن ما بين الفيلمين وبعض. السبب الأساسي ده إن بانشيز هو كمان كان بيتكلم عن قصة حيوان صاحب البطل واللي بيموت أثناء الفيلم، وبنبكي كلنا وقت ما بيموت، بس الحيوان هناك كان حمار. انا كنت خايف يكون في تشابه كبير ما بين القصتين، وعلى الرغم ان كان فعلا في تشابه حتى على مستوى الرمزيات، لان انت لو رجعت البانشيز هتلاقي ان بانشيز برضو مليان باسقاطات سياسيه على الحياه في ايرلندا في وقت معين، والحرب الاهليه اللي حصلت هناك ودور انجلترا في الحرب دي، وكان كل حاجه جوه الفيلم بتاعتنا بترمز لعنصر من العناصر السياسيه دي وقتها. حتى الحيوان كان بيمثل سواء هنا او هنا الصديق الوحيد لبطلنا اللي بيعاني من الوحده وكل الناس بتسيبه وبتتخلى عنه. ولكن ما اقدرش اقول ان حسيت بتشابه جوه المشاهد نفسها ما بين الفيلمين، وان كل فيلم فيهم اقدر اقول عليه ان هو مستقل بذاته، هو بس توارد افكار رئيسيه. وطبعا الاسم المشترك ما بين الفيلمين ان الفيلمين عيطون. اخر حاجه هتكلم عليها وهي النهايه، واللي فيها اسقاط تاني واوماج لفيلم الغول اللي بطلنا حسن بيذكره في اول الفيلم، وهو بيقول لوالدته ان هو عايز يقضي عيد ميلاده زي كل سنه وهما الاثنين قاعدين بيتفرجوا على فيلم الغول سوا. مش عارف بصراحه ليه شخص يبقى بيقضي عيد ميلاده ان هو يتفرج على فيلم الغول تحديدا، لكن فيلم الغول هو فيلم مهم لان فيلم الغول واحد من الافلام اللي عادل امام كسر فيها الاسطمبه التقليديه اللي هو كان متعود يقدمها علشان خاطر يقدم فيلم جريء زياده عن اللزوم، فيلم بيتكلم عن الفساد السياسي والاقتصادي من اصحاب النفوذ، واللي في نهاية المطاف لما بطلنا ما بيقدرش يجيب حقه بشكل سلمي بيلجأ للعنف.
وده بالظبط نفس اللي حصل في النهايه بتاعتنا. ويا ريت ما ننساش ان حسن ووالدته في اول الفيلم كانوا بيذكروا ان هم هيلجأوا للمحامي علشان يرفعوا قضيه، لكن هم ما حدش بيديلهم فرصه ان هم يروحوا اصلا للحته دي، وما بنرجعلهاش خالص تاني طول احداث الفيلم. الفيلم بجد جميل جدا على الرغم من ان هو حزين وان هو هيعيطك وانت بتتفرج عليه، لانه فيلم معبر عن الواقع اللي اي مصري بيعيشه، خصوصا لو في سن الشباب. الافلام الصادقه اللي فيها واقعيه دي هي اللي بتعيش في وجدان اي شخص بيتفرج عليها. وبس ده كان كل اللي عندي الفيلم رحله البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. اشوفكم في فيديو جديد معرفش ممكن يكون امتى. سلام.